السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده انا في وكيل امريكول وكارير في المنصوره. الناس دول تعاملت معاهم، طبعا انتوا عارفين دايما لما بقدم لكم حاجه اتعاملت معاها اكتر من سنه. دي بقى انا اشتريت التكييف من سنتين، وهوريكم الميزات والحاجات اللي اتعاملت فيها مع الشركه دي. الشركه دي اولا قبل ما بيركبوا لك الحاجه، قبل ما يفتحوا الكراتين بيأكدوا لك ان الحاجه انتاج السنه، ودي اهم حاجه تاخدوا بالكم منها. تمام؟ لما تيجي تشتروا حاجه تبصوا على انتاج السنه، ماشي؟ تعرفوا انها انتاج السنه دي. تمام؟ انتاج السنه دي. والحاجه الثانيه اي حاجه تشتروها اوريكم ازاي تعرفوا انها موديل السنه. الموديل فين يا باشمهندس؟ الموديل فين؟ بصوا يا جماعه، بصوا اهي، بصوا سبتمبر 24، تمام؟ 9/24، تمام؟ يعني من 4 اشهر فاتت. تمام؟ انا بقى بوريكم العروض كلها عشان تبقوا عارفين. ما يجيبلكش تكييف بقاله سنه متخزن، ماشي؟ ما يجيبلكش تكييف بقاله 9 اشهر متخزن. انتوا واخدين الحاجه انتاج 4 اشهر من قلب المصنع. تمام؟ ده اول حاجه. شوفوا بقى الشركه المحترمه لما يكون العميل حتى ملوش خبره وبيتعامل معاهم. تمام؟ بصوا 8/24، تمام؟ اهي الانتاج تعرفوا، وفي ختم كمان بيبقى موجود. يعني دي من ضمن الميزات اللي هم بيقدموها لنا. تمام؟ وده اول حاجه عجبتني هنا. تاني حاجه بقى نتكلم فيها الاسعار. الاسعار يا جماعه بصوا، في اول فيديو حاططها لكم اهو، في اول فيديو حاططها لكم سعر ممكن ما تخيلوهوش. كارير 1.5 حصان بارد، انفرتور اللي هو الموفر للكهرباء جدا. هنا بس العرض ده هنا بس، ماشي؟ واسالوا في اي حته بالتركيب بكل حاجه. 29,500 من الوكيل. احنا مش محل بيبيع، احنا الوكيل. كارير وامريكول الاثنين الوكيل، وهوريكم اليافطه وكل حاجه، ماشي؟ كارير اللي هو اللي في الدور الاخير، اللي بيشتكي من سقف السخن والحيطان السخنه اللي التكييف مش عامل حاجه، مالكش الا كارير وامريكول، لان الوكيل كده. مش بس كده، والكلام مش على كده بس، الكلام الصح بقى فين؟ هنا في الكهرباء. ما احنا مش هنقعد ندفع فلوس، ماشي، عشان نحس ببروده يبقى اتعورنا في فلوس وتعورنا في كهرباء. لا، بص على الاصل هنا بقى. تمام؟ انت هتلاقي ده ال2 وربع، ده 2 وربع صح؟ ده 2 وربع. بصوا استهلاكه للكهرباء قد ايه؟ 261 كيلو. لو حسبت لك الكيلو بجنيه ونص، تمام؟ يعني عملت 400 جنيه في ال 300 ساعه، يعني 10 ساعات في اليوم، ماشي؟ يعني يوم ما تتنعظم وتشغل اكتر من 300 ساعه هتجيب لك 500 جنيه كهرباء. تمام؟ هنا بقى دي كمان كان في هنا تكييف لسه مطلعينه حالا لعميل ال1.5 حصان، كان عامل 170 كيلو. 170 كيلو. معلش ركزوا معايا في الحته دي. اي تكييف تجيبوه تبصوا على الحته دي، الاستهلاك الشهري كام؟ تمام؟ معلش يا جماعه لو التصوير صعب شويه. الاستهلاك الشهري لكل 300 ساعه، تمام؟ هتلاقي ال1.5 حصان انفرتر عامل 170، وده رقم عالمي. تخيلوا بقى لما يجي لك 200-300 جنيه كهرباء زياده، مقابل ان انت مشغل 300 ساعه، يعني 10 ساعات في اليوم في ال30 يوم، من تكييف زي كارير اللي يتحمل الدور الاخير، اللي بيشتكي من الصهد، اللي بيشتكي من الحيطان، اللي بيشتكي من الحر الشديد في الدور الاخير. ما عادش في الكلام ده. كارير انتوا عارفين هي اقوى تكييفات في العالم، تمام؟ وامريكول الانتاجات دي كلها الجوده بتاعتها عاليه جدا. نبدا نتكلم في التفاصيل. تمام؟ ادي كارير يا جماعه اللي قلت لكم عليه. ده شكل التكييف. تمام؟ دي طبعا الفلاتر من هنا، وبتتفتح المنطقه دي عشان التكييف كده، بتتفتح كده عشان الفلاتر بتاعته. تمام؟ وهي ملزوقه. ايوه، دي الرياش بتاعته. ده مكان التكييف. بصوا البروده بتاعته كمان عاليه جدا. تمام؟ والاماكن بتاعته بتاعت الفلتر وتقفيله ممتاز. ده النظام. هوريكم امريكول دلوقتي كمان، ماشي؟ نخش نشوف امريكول. ده امريكول يا جماعه اهو، المنتج النظيف. دي شكل اسحبوا الوضع. ده انتاج ممتاز وشاسيه ممتاز، والاثنين على فكره مصنع واحد، ميديا وكده. بصوا بقى مكتوب ايه بقى، ماشي؟ الافضل في توزيع الهواء. تمام؟ وتوربيكانا كومبريسور. يا جماعه الكمبريسور الانفرتر ده هو الاوفر للكهرباء والاعلى فريون، ماشي؟
درجه الحراره لو 52 هيبرد لك، يعني هينزل لك الاوضه ل 20 و18 زي ما انت عايز. تمام. تكنولوجيا الانايزر اللي بيشيل بكتيريا. تمام. مبدلات حراريه من السخان والالومنيوم ذهبي لمقاومه التآكل. بصوا بقى دي مبدلات حراريه من النحاس والالومنيوم ذهبي لمقاومه التآكل. طب ايه التآكل وايه الكلام الغريب اللي احنا مش فاهمينه ده؟ اوريكم. اتفرجوا كده يا جماعه، جابوا لي ماسوره من الاجهزه اللي بتتباع في السوق. دي ماسوره لونها اسود. تصدقوا يا جماعه ان دي نحاس؟ لا، دي المواسير اللي بيتباع للزباين وبيضحك عليها. بصوا بقى الشركات دي، الشركات لما تحب تقدم جوده للزباين بتقدم مواسير تفضل لونها ذهبي في بيتك وبره بيتك وفي الشارع. هو ده الشغل الصح. انما انا لما كده وروني حتى كابلات الكهرباء. بصوا الكابلات القديمه والاصليه. بصوا الفرق، بصوا الفرق، بصوا الفرق. ده لما تشتري من بير السلم، ده لما تشتري من وكيل معتمد. بصوا تخن السلك، السلك نفسه مش راضي يتعوج. بصوا السلك عامل ازاي، بصوا السلك عامل ازاي، بصوا الجوده والاسم ايه. خلي بالك لو تشوف هنا تلاقي الجلده دي تخينه، الجلده دي تخينه مع ان الجلده دي اطرى. ماشي، عشان تعرف تتحمل عوامل الجو. بصوا الفرق ما بين وكيل وبياع في الشارع. ده بقى لما تخش عند محل في الشارع يركب لك ماسوره. انا ما جبتش الاصليه لونها ذهبي ما بيتغيرش، دي اللي بتتباع للناس ويتقال لك انا مركب لك احسن مواسير. لا، بصوا الماسوره عامله ازاي، بصوا الماسوره عامله ازاي، بقى لونها اسود. ماشي، بقى لونها اسود. انما الاصليه لونها ذهبي اصلي، دي تترمي، انما دي تتحافظ عليها. ده الكابلات الكهرباء. المواسير الاصليه الذهبي عندهم متقفله في الكارتين ما بتفتحش، بس بيطلعوها قدام العميل. ده تخيل واحد داخل بيتك يركب لك تكييف، يشرح لك التفاصيل دي قبل ما يركب، بيوريك الكارتين اللي هو جايبها عامله ازاي، السلوك اللي السلك ده فرق مبلغ وقدره. شوف بقى لو فرق الفرق ده، يعني ممكن واحد يجي يقول لك اقل في السعر. شوف تخيل انا بقى في اول الفيديو قلت لكم